شفتوا ماجد الكدواني في فيلم الفرح لما كان ماسك الحديده بالظبط كده وبيحيي كل واحد داخل نفر نفر؟ انا بقى نفسي امسك الحديده واحيي مجلس اداره نادي الزمالك نفر نفر. هتقول لي يا ابني انت عبيط، انت مجنون، انت مش كنت الاسبوع اللي فات او من 10 ايام ماسكهم سالخهم نفر نفر؟ اقول لك ايوه طبعا، لما الاقي فيه تاثير اديهم، لكن لما الاقي صفقات وتعاقدات وضرب نار لازم احييهم. فيلا بينا نبدا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي، اشترك في القناه، فعل الجرس، وبامانه شابوه لمجلس اداره نادي الزمالك. المجلس ده يا جدعان بيتحارب حرب صعبه جدا. انا كنت الاول بشد عليهم السلخ لما كنت شايف ان هم مهويين شويه ومطريين شويه، لكن عرفت حاجات مهمه جدا لازم اتكلم فيها. انتوا واخدين بالكم ان صفقه كريم بركاوي راحت ليه؟ اصل في لهو خفي. اللهو الخفي يا جدعان عمال ينخر ورا كل الصفقات. ليه؟ مش عايز مجلس الاداره ينجح. وطبعا انتوا عارفين مين اللهو الخفي؟ طبعا هو مرتضى منصور وابنه. ماسكين كل الصفقات اللي نادي الزمالك بيوصل لها ويدخل يعكرها. كريم بركاوي كان خلاص قاب قوسين او ادنى انه يبقى في نادي الزمالك. الناس تواصلت معاه وكلمته وقالوا له يا كابتن ما ينفعش تروح تلعب في نادي الزمالك، نادي الزمالك كله مشاكل، ووصلوا له صوره صعبه جدا. الراجل في ثانيه بعد ما كان خلاص شبه انه لاعب في نادي الزمالك قال لك لا يا عم، وانا هقعد ادور على فلوسي بعد كده؟ ما النادي فعلا متدمر. وهوبا دبل كيك اللعيب راح. ليه بقى راح؟ ما انا هقول لك، اصل في سر في الحوار ده انت مش واخد بالك منه. كريم بركاوي لعيب جامد جدا وبفلوس رخيصه جدا، وطبعا احنا شربنا شوربه كبيره في لعيبه ملهاش اي لازمه بملايين، زي اللي بيحصل دلوقتي في صفقه ارون بنزا. خلي بالك ان هم بيحاربوا على الصفقه دي ان هي ما تتمش نادي الزمالك، لان الصفقه دي بالذات هتفضحهم، هتعريهم، هتوكسهم. جمهور نادي الزمالك كله هيقلب عليهم، حتى لو في ناس بتقول ولا يوم من ايامك يا مرتضى، ومع ان ده ما حصلش يعني ان هو اللي خرب النادي. بعد الصفقه دي هتقول لك لا يا عم احنا فوقنا، ايه ده؟ ايه اللي جابنا هنا اصلا؟ ازاي لعيب بالكواليتي ده بالامكانيات دي وب 600,000 دولار؟ احنا يا جدعان جبنا 3 صفقات اللي هم خالد بوطيب وسامسون ومضاي، كلفوا خزينه النادي 15 مليون دولار. انت عارف يعني ايه 15 مليون دولار؟ يعني كنت جبت بيهم فريق زي بيراميدز كده، كنت جبت في كل مركز 3 لعيبه اي كلاس وبديله اي كلاس والبديل الثالث بي كلاس. بس كان زمانك عندك مثلا 30 لعيب كواليتي عالي جدا. لكن من الاخر البي سياده المستشار مرتضى منصور لبسنا في 3 لعيبه ب 15 مليون دولار. ومجلس الاداره اللي جاي دوت اللي هو يعتبر كحيان والدنيا معاه مش مظبطه قوي، يروح يجيب لك لعيب بالكواليتي ده ب 600,000 دولار، وكمان 300,000 دولار اضافيين. ده في حاله لو فزت بالسوبر الافريقي وفزت بالدوري وفزت بالكاس وبالاهداف اللي بيجيبها. يعني شاكب راكب لو اخدت كل البطولات هياخد 900,000 دولار. واحنا كان عندنا سامسون كان قاعد في محل الركيب، وابو طارق بتاع الكشري وكان بياخد 1,050,000 دولار. يعني بالصلاه على النبي جه من مستقبله وامن جسمه وامن كرشه على قفانا بسبب مرتضى منصور. فانتوا خلي بالكم مجلس الاداره بيتحارب محاربه جامده جدا عشان يفشل، عشان خاطر ما يبقاش انه نجح في ظل ظروف صعبه جدا. في ناس لازم نشكرها. انا ياما هاجمت ممدوح عباس، طبعا اللي متابعني عارف ان انا كنت بسلخه، لكن انا بيجي لي كلام ان الراجل ده داخل تحدي محترم، داخل يصلح الصوره الذهنيه اللي كونها مرتضى منصور لجماهير الزمالك. يعني بصراحه كل جماهير الزمالك كانت بتكرهه الفتره اللي فاتت. النهارده انا بقول لك اهو وانا منهم، يعني انا كنت بشتمه، انا عامل له فيديو حاطط صورته وصوره محمود عبد العزيز في رأفت الهجان، قلت العميل الاهلاوي. في اكتر من كده شتيمه واكتر من كده سفاله واكتر من كده قله ادب اهو. لكن النهارده لما الاقيك واقف في ظهر الزمالك وبتساعد نادي الزمالك اقول لك متشكرين يا ريس. انا كده ابقى راضي عنك. انا كده اقدر اقول ان وانت فعلا كنت رئيس كانت في ناس بتحاربك وانت ما كنتش عارف تعمل حاجه. لما بقيت بره الرئاسه ومحب من محبين نادي الزمالك، واقف في ظهر المجلس، واقف في ظهر نادي الزمالك وبتدفع. على فكره ممدوح عباس صرف لغايه دلوقتي حوالي 400 مليون جنيه من جيبه الخاص، وعلى فكره فيهم فلوس مش هتيجي تاني وفيهم فلوس قرض حسن. يعني لو سلف نادي الزمالك 300 مليون او 200 مليون هياخدهم 200 مليون بعدين. مش عايز انسى اشكر ابنه كابتن ايمن ممدوح عباس. الراجل ده محترم جدا برضه وبيصرف وواقف في ظهر نادي الزمالك وبيحاول جاهدا يصلح صوره ابوه، لان فعلا هم حسوا ان الفتره اللي فاتت جمهور نادي الزمالك جاضد منهم جدا. فالاثنين متكاتفين في ظهر نادي الزمالك ويشكروا. ندخل بقى على عضو مجلس الاداره ورجل الاعمال هاني بدري. الراجل ده بيعمل المستحيل يا جدعان. في تفاصيل احنا مش عايزين نرغي فيها، احنا بس عايزين نعدي المرحله دي، نعدي مرحله اللي هي ما قبل السوبر، وان شاء الله السوبر ونكسب السوبر. بعد كده في تفاصيل مهمه جدا هنتكلم معاكم فيها.
انا عايز اقول لكم كابتن حسين لبيب شبه ما بينامش، بقاله 3 ايام ما نامش. طبعا هتطلع تقول لي ايه بقى حسين لبيب صاحبك، وطبعا حد من الهبيده يقول لي إيه قبضت ايه يا عم، انا الاسبوع اللي فات كنت واخده غسيل ومكوى، وكنت بقول عليه كابتن حسين لبيب طلع بيب بيب وزيه زي الاخرين. فمن 10 ايام يعني مش من زمان، بس لما القى انه بياخد خطوات ايجابيه يبقى انا معاه على طول. ليه؟ ان انا مش مع حد ضد حد، انا مصلحتي كلها في نادي الزمالك. نادي الزمالك يبقى على التراك الصحيح. اي حد ماسك نادي الزمالك وبيعمل لمصلحه نادي الزمالك انا في ظهره وبسنده وبدعمه وبقول له يلا انا والجمهور وراه. احنا عايزين نادي الزمالك ده يرجع نادي الزمالك فن ولعب وهندسه. فاليومين الجايين دول او اليومين اللي احنا فيهم دول وانت بتشوف الفيديو ادعم مجلس الاداره. مجلس الاداره بيتحارب من مرتضى منصور وشلته ومن زملكاويه عايزين نادي الزمالك يفشل، ومن الاعلام. اديك شفت الاعلام صفقه ارامبو بنز اول ما جت قال لك ايه ده سكير وبتاع افلام لا مؤاخذه اباحيه. هو انت تجيب صفقه كويسه؟ لا، هنعكنن عليك فيها وهنخليك تكرهها من قبل ما يلبس التيشيرت او قبل ما ينزل الملعب. لكن احنا لازم نفوق جمهور الزمالك، نساند اللعيبه، نساند مجلس الاداره، وان شاء الله كل اللي جاي خير. بس في عتاب بس على مجلس الاداره، بعد اذنكم عندكم حاجه وحشه قوي مضايقاني. قناه نادي الزمالك لازم تتفرتك ويتعاد صياغتها ويبقى فيها برامج. الحاجه الثانيه تقديم اللعيبه. يا جدعان عندكم العدل جروب ناس زملكاويه، كاست اخراج كامل، كرييتيف كامل، تصوير كامل، وفي الاخر اجي ابص الاقي تقديم فيديوهات اللعيبه سكند هاند كده. يا جدعان ما ينفعش. ده انا كراجل يعني فنان على قدي وكرييتيف على قدي ودرست الفن على قدي، اقسم بالله اعمل لكم برزنتيشن للعيبه يبهر الناس. فاستغلوا كل اللي معاكم يا جدعان. عايزين انا معاكم في تقديم اللعيبه والله هشتغلها لكم ببلاش، مش عايز منكم ولا مليم. بس انا ابقى قاعد وانت كجمهور نادي الزمالك قاعد ومجلس الاداره قاعد ينبهر بتقديم الصفقه. يقول ايه ده يا عم؟ يعني جمهور نادي الاهلي بيتكلم على تقديم صفقاته. والله العظيم في البلح هو تقديم صفقه اشرف داري ده عجبك انت كزملكاوي؟ اقسم بالله بقى ايه ده؟ ايه معلش انا اسف، ايه القرف ده؟ بس هم قالوا الله وحاجه حلوه وحاجه جديده. لكن مسكونا بقى احنا تقديم لعيبه نادي الزمالك واحنا نبهركم نعرفكم يعني ايه تقديم من وحي الخيال. فكك بقى من الكرسي وفكك من القناع وفكك، لا احنا ممكن نعمل قصه قصيره في 30 ثانيه او 40 ثانيه نقدم لك فيهم لعيب انت من البرومو بس تعرف مين اللعيب ده، وفي الاخر ازورهولك. بس في قصه وحكايه وروايه وفكر. برضه هنقدر نساعد نادي الزمالك ومجلس الاداره واللعيبه وان شاء الله السوبر يا زمالك. وسيبكم بقى من موضوع تركي الشيخ دلوقتي، عشان انا برضه سامع زملكاويه بيقولوا مهما نعمل يا جدعان احنا نلعب في السعوديه مع تركي آل الشيخ. والله العظيم 11 راجل نكسب اي حد. لو تركي آل الشيخ نفسه نزل لعب معاهم هنكسبهم. فثقوا في الله، ثقوا في مجلس الاداره، ثقوا في اللعيبه، ونساند كله وخليها على الله. اشترك بقى في القناه، فعل الجرس، تابع اخوك، واللي جاي جديد واللي جاي باذن الله خير، وان شاء الله السوبر الافريقي بتاعنا. سلام عليكم.